السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلية صباحك فل وورد مساءك. واتكلمنا في بداية السلسلة عن تأثير العادات علينا والأربع خطوات لتكوين العادة وثلاث قوانين لتكوين العادة. فلو أنت لسه أول مرة تتابعني ففايتك حاجات كتير جدا مهمة. والنهاردة هنتكلم عن القانون الرابع والأخير اللي هو اجعلها مشبعة، وده اللي بسببه بنعمل أي عادة. حلقة جديدة مهمة، تابع معايا. في أواخر القرن العشرين انتقل موظف الرعاية الصحية ستيفن لوبي لمدينة كراتشي بباكستان. وكانت كراتشي واحدة من أكتر المدن ازدحاما. سنة 98 كان بيعيش فيها 9 مليون شخص، فكانت زحمة جدا. وكان أكتر من 60% بيعيشوا في أحياء فقيرة وأماكن متاخدة بوضع اليد. يعني كان يجي على مكان كده مفيش فيه حد، كان يقعد فيه ويقول لك الحتة دي بتاعتي، ويبني فيها ويقعد وياكل ويشرب وينام فيها. وكانت معظمها عشوائيات وما كانش فيها نظام صرف صحي. ولو كانت الشوارع ناشفة كانت بتبقى مليانة زبالة. وكانت الأمراض سهلة الانتشار بسبب الزحمة وقلة النظافة والمياه الملوثة. غريب ستيفن سايب الجوهرة ورايح للخرا. المهم أدرك ستيفن إن عادة بسيطة زي غسل الإيدين بالمية والصابون ممكن تعمل فرق كبير في صحة السكان. والغريب في الموضوع بقى إنه لقى الناس عارفة قيمة غسل الإيدين كويس، لكن برغم المعرفة كان في ناس بتغسل إيدها بطريقة عشوائية. يعني تلاقي واحد بيحط إيده تحت المية كده بسرعة تقريبا خايف تتبل، واللي كان بيغسل إيده واحدة بس، واللي كان بياكل من غير ما يغسل إيده أصلا. وكان كله عارف قيمة غسل الإيد، لكن كان قليل اللي كان بيغسل إيده. فالمشكلة هنا ما كانتش مشكلة معرفة، كانت مشكلة مواظبة وانتظام. وكان الصابون الواقي ساعتها كان حاجة فخمة، وكانت ريحته حلوة، وكان بيعمل رغوة كتير. فعملوا تجربة وجابوا لهم الصابون ده ببلاش، وفي ظرف شهر واحد بس قلت نسبة الأمراض بنسبة كبيرة، والتأثير طويل الأمد كان أحسن من كده بكتير. فلما رجعوا بعد 6 سنين لقوا إن 95% من الناس اللي خدوا صابون ببلاش عملوا مكان مخصص لغسيل إيدهم بالمية والصابون. وبالرغم من إنهم ما خدوش صابون لمدة 6 سنين ببلاش، لكن خلال فترة التجربة اتعودوا على غسيل الإيد لدرجة إن هم حافظوا على الممارسة. فمن السهل على الناس إنهم يتقبلوا منتج بيقدم لهم إشارات إيجابية قوية، زي غسيل السنان بمعجون بطعم النعناع، بيدي لك كده انتعاشة وتحس إن أنت مركب تكييف 1.5 حصان في بقك، مقارنة بتبني عادة تنظيف السنان بالخيط اللي ما بيديكش أي متعة خالص. فعلى الأرجح هنكرر سلوكياتنا لما تكون مشبعة. أمر منطقي، لأن حتى مشاعر المتعة البسيطة جدا زي غسيل الإيد بالمية والصابون اللي ريحته حلوة وبيعمل رغوة كتير بيدي إشارة للدماغ الشعور ده حلو، اعمله تاني المرة الجاية. كمان واحدة والنبي يا ري. كفاية بقى ده كمان واحد. فالمتعة بتعلم الدماغ ان في سلوك معين محتاج تفتكره وتكرره، وده أدلة على القاعدة الرئيسية لتغيير السلوك، وهي ان احنا بنكرر السلوك اللي بنكافئ عليه وبنتجنب السلوك اللي بنتعاقب عليه. وانت عارف انت هتعمل ايه في المستقبل بناء على اللي انت اتكافئت عليه او اتعاقبت عليه. فالمشاعر الإيجابية بتبني العادة، والمشاعر السلبية بتدمرها. والقانون الاول والثاني والثالث بيزودوا احتماليه حصول السلوك، انما القانون اللي معانا النهارده اللي هو يجعلها مشبعه بيزود احتماليه تكرار السلوك. وبالاربع قوانين دول تكون كونت عاده. بس هنا انت لازم تاخد بالك من حاجه مهمه، احنا ما بندورش على اي نوع من الاشباع، احنا بندور على الاشباع الفوري. عاوزك تبص كده على الغزاله في البريه، جميع قراراتها ليها تاثير فوري. دايما بتفكر هتاكل ايه، هتنام فين، ازاي تتجنب المفترسين، ودايما بتركز في اللحظه اللي هي فيها او على المستقبل القريب جدا. والعلماء بيسموا البيئة دي بيئة العائد الفوري عشان أفعالها بتقدم نتائج فورية واضحة. لكن لو بصينا على حياتنا احنا كبشر هنلاقي معظم قراراتنا اللي بناخدها مش هتفيدنا دلوقتي. فأنت لو اشتغلت حلو هتلاقي المرتب آخر الشهر، ولو رحت الجيم النهاردة ممكن ما تتخنش السنة الجاية، ولو عملت لايك دلوقتي هحبك أوي. والعلماء بيسموا البيئة دي بيئة العائد المؤجل، لأن أنت ممكن تشتغل سنين قبل ما تلاقي أي نتيجة، والدماغ البشري ما اتطورش عشان يتكيف مع الحياة في بيئة العائد المؤجل. فأنت بتدي للحاضر قيمة أكبر من المستقبل. فالمكافأة الأكيدة دلوقتي قيمتها عندنا أكبر من قيمة المكافأة المحتملة في المستقبل. وأحيانا الانحياز للإشباع الفوري ده بيسبب لنا مشاكل، زي مثلا التدخين. احنا عارفين إن التدخين بيزود مخاطر الإصابة بمرض سرطان الرئة، وبرضه بندخن. وزي المعاصي والذنوب اللي احنا بنعملها وعارفين إن هي غلط، وعارفين إن في جنة وفي نار وفي حساب، وبرضه بنعملها. وزي الأكل الغير صحي، عارفين إن هو بيزود مخاطر أمراض السمنة، وبرضه بناكله. وكونك بتميل للإشباع الفوري فأنت مش هتعتمد على نياتك الحسنة اللي أنت مخطط لها في المستقبل. فأنت هتقعد تخطط وترسم وتتصور حياتك وتشوف قيمة أفعالك على المدى البعيد. وبالرغم ان انت عارف قيمه اللي انت هتوصل له على المدى البعيد، لكن لما يجي القرار بيفوز الاشباع الفوري، عشان انت دايما عاوز تحس بالمتعه والدلع والترفيه. وقاعده عامه كده، كل ما الفعل جاب لك متعه فوريه كل ما تتساهل معاه وهتقول مش هيأثر على الاهداف على المدى البعيد. يعني حته الشوكولاته الجميله المسكره الصغيره دي اللي بتحسسني بالسعاده هي اللي هتخني، يعني السيجاره اللي بتخفف عني التوتر دي هي اللي تجيب لي سرطان الرئه. التساهل ده على المدى البعيد بيوصلنا لاهداف تانية خالص غير اللي احنا كنا عاوزينها. فالسلوك اللي بيكافئنا فوريا بنكرره،
والسلوك اللي بيعاقبنا فوريا بنتجنبه. وبحكم تركيب ادمغتنا فمعظم الناس بيقضوا يومهم بيطاردوا الاشباع الفوري، والطريق اللي تقريبا محدش ماشي فيه هو طريق الاشباع المؤجل. والابحاث بتقول ان الاشخاص اللي بيعرفوا ياجلوا الاشباع درجاتهم المدرسيه بتبقى اعلى، ونسبه ادمانهم وانهم يصابوا بالسمنه بتبقى اقل. وفي مرحله معينه النجاح في اي مجال تقريبا بيتطلب منك تجاهل مكافاه فوريه عشان مكافاه تانية مؤجله، زي مثلا اللي بيروح الجيم عشان يعمل فورمه وصحته تبقى حلوه بيتجنب الانتخه والراحه والسكريات والاكل الغير صحي عشان ياخد المكافاه الكبيره في الاخر ان صحته تبقى حلوه ويوصل للفورمه اللي هو عاوزها. وزي مثلا القناه دي انا اتجنبت تضييع الوقت على السوشيال ميديا وفي الالعاب عشان المكافاه اللي انا بحتسبها عند ربنا ان شاء الله ربنا يتقبلها مني، يعني ان انا بتعلم وبفيد الناس اقتداء بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. وان شاء الله يعني ربنا يثبتنا. مش هفعل الاعلانات في القناه عشان فلوسها فيها نسبه حرام. المشكله هنا ان احنا عارفين ان تاجيل الاشباع هو اللي فيه النتائج العظيمه، لكن اول ما بتشوف الاشباع الفوري بتنسى كل النتائج العظيمه دي. ودي طبيعه البشر، عاوزين الاشباع الفوري. ولحسن الحظ ممكن تدرب نفسك على تاجيل الاشباع وبطريقه تمشي مع طبيعتك البشريه، وهو انك تضيف المتعه الفوريه للعادات اللي ليها نتائج على المدى البعيد. والحاجه اللي تخلي العاده تستمر معاك هو الشعور بالنتائج، ولو حاجه بسيطه جدا، وده بيحسسك ان الحاجه اللي بتعملها تستحق المجهود اللي انت بتعمله. والمفروض ان مكافاه العاده الحسنه هي العاده نفسها، فانت بتعمل حاجه حلوه لنفسك فدي في حد ذاتها مكافاه. بس في الواقع احنا ما بنحسش بقيمتها الا لما بتدينا حاجه نافعه فعلا، زي مثلا لما تروح الجيم مره واثنين وثلاثه وتبدا تتعود وقوه التحمل عندك تزيد شويه، فتبدا تزود اوزان شويه وشويه شويه جسمك يبدا يقسم ودراعك يبدا يكبر شويه، مع انك مش هتبقى اقوى واحد، بس الفرق البسيط اللي حصل ده هيخليك تشوف الجيم نفسه هو المكافاه. وعشان كده المكافاه الفوريه شيء اساسي، فهي بتخليك متحمس في نفس الوقت اللي المكافاه الكبيره بتتراكم فيه في النهايه. ولما نتكلم عن المكافاه الفوريه فهي لازم تكون في نهايه السلوك، عشان نهايه السلوك هي المرحله اللي بنفتكرها اكتر من اي مرحله تانية. واحسن طريقه عشان نعمل كده هي استخدام التعزيز. وبنستخدم في التعزيز ده مكافاه فوريه عشان نزود معدل تكرار السلوك ونخلي العاده ممتعه. وممكن نستخدم العاده دي في اننا نبطل نشتري اي حاجه تعجبنا وخلاص. هتعمل ايه؟ اقول لك انا هتعمل ايه. هتعمل حصاله او دفتر توفير مثلا، وكل ما يجي في بالك حاجه تشتريها ملهاش لازمه قوي، وتعرفها ازاي اللي ملهاش لازمه قوي دي؟ هتسال نفسك كده: هو انا فعلا محتاجها ولا انا جايبها عشان هي عجباني وخلاص؟ طب انا اعمل بقى ايه؟ هي لو ما جتش الدنيا هتقف ولا لا؟ ولو لقيت ان هي ملهاش لازمه قوي حط ثمنها في دفتر التوفير او في الحصاله. ومكافئتك الفوريه دلوقتي هي انك بدات تحوش، والمكافاه المؤجله هي المبلغ اللي انت هتحوشه في الاخر. ما اشتريتش سجاير النهارده، حط ثمن علبه السجاير في الحصاله. العلبه ب 60 جنيه، 60 في 30 ب 1200، الشهر ب 12 ب 14400 جنيه. ولا ده ميزانيه؟ انت متخيل 14400 جنيه في السنه؟ مكافاه كبيره حلوه. وزي ما قال الكاتب ان احد قراءه هو ومراته بطلوا يجيبوا اكل من المطاعم واتفقوا ان هم يطبخوا مع بعض في البيت، وعملوا حساب توفير وسموه رحله لاوروبا. وكل مره ما كانوش بياكلوا فيها بره ويعملوا اكل في البيت كانوا بيحطوا $50 في الحساب ده. في نهايه السنه استخدموا الفلوس دي في انهم زودوها على فلوس تانية وطلعوا بها رحله فعلا. بس وانت بتختار المكافاه لازم تختارها ما تتعارضش مع هويتك ولا اهدافك. يعني ما تجيش تقول لي انا هكافئ نفسي بعد الجيم بطبق حلويات، انت كده بتشتغل نفسك. وخلاصه الكلام في طريقه التعزيز ان اي عاده لازم تكون ممتعه ولو بصوره بسيطه عشان تستمر، زي مثلا ريحه الصابون والرغوه ومعجون السنان اللي بطعم النعناع، وانك تلاقي 50 جنيه كل يوم بتتحط في الحصاله. التغيير بيكون سهل لما يبقى فيه متعه. وبعد ما عرفنا القواعد الأربعة لتغيير السلوك، ازاي بقى التزم بالعادة الحسنة كل يوم؟ وعشان تلتزم بعاداتك لازم تتابعها. تتبع العادات وسيلة سهلة وبسيطة لمعرفة انت عملت العادة ولا لا. الصورة الأساسية لتتبع العادات هي جدول للعادات بتاعتك. الواحد تعب والله، انا هبط. كل يوم تعمل فيه العاده تعمل عليها صح. يعني مثلا هتعمل جدول كده شهري وهتقسمه ل4 اسابيع وهتقسمها لايام. عندك مثلا الاذكار، كل يوم تقرا فيه الاذكار تعمل عليها علامه صح، وهيكون الجدول ده مثابه سلسله من العاده دي، وحاول على قد ما تقدر ما تقطعهاش. وانت لما تشوف علامات الصح الكتير اللي انت عاملها هتشجعك تكمل، لانك شفته وبتشوف التقدم اللي انت بتعمله قدام عينك، فمش هيهون عليك انك تقطع السلسله. وكل ما تشوفها هتديك اشاره ان انت تبدا العاده. والدراسات اثبتت ان الاشخاص اللي بيتتبعوا تقدم عاداتهم من المرجح ان هم بيتحسنوا اكتر من اللي ما بيتتبعوش عاداتهم. وفي دراسه اتعملت على 1600 شخص من اللي كانوا بيسجلوا نظام غذائهم فقدوا وزن اكبر مرتين من اللي ما بيتتبعوش نظام غذائهم. وتعقب العادات بيخليك صريح مع نفسك، فمعظم الناس ادراكهم لسلوكياتهم مشوه، فهم بيفكروا ان هم بيعملوا احسن من اللي هم المفروض يعملوه. والتتبع بيخليك تتغلب على التشوه ده، ويخليك تلاحظ اللي انت بتعمله بجد كل يوم. لما يكون الدليل قدامك مش هتعرف تكذب على نفسك. وكل سلسله عادات ممكن
ممكن تتقطع في اي وقت، فما فيش اي حاجه كامله، واللي قالك مصطفى كامل ضحك عليه. فمش هيعدي مده كبيره ويحصل لك ظرف يقطع العاده، يعني ممكن لا قدر الله تتعب، او عيلتك مثلا محتاجه منك وقت اكتر، او روح الصنايعي اللي جوه ابوك تطلع وياخدك معاه يوميه سباكه ونقاشه وكهرباء في البيت. صاحبك خرع. يعني لاي سبب من الاسباب ممكن السلسله دي تتقطع. طب نعمل ايه بقى عشان المشكله دي؟ اقول لك على سبيل وزي ما الكاتب قال انه لو حصل له ظرف وقطع سلسله العاده، كان دايما بيفكر نفسه بقاعده بسيطه: اياك تقطع مرتين. ولو اتقطعت العاده مره بيحاول يرجع لها باسرع ما يمكن، ولو قطع تمرينه مره ما بيقطعش الثانيه وراها على طول، ولو اكل غير صحي المره اللي بعدها على طول بياكل اكل صحي. فالخطا والزله الاولى مش هي اللي بتدمر العاده، بس سلسله الاخطاء المتتاليه هي اللي بتدمرها. فلو قطعت مره واحده وارد، انما لو قطعت مرتين فبتكون دي بداية نهاية العادة. ودي سمة فارقة بين الناجحين والفاشلين. فأي حد ممكن ما يتمرنش حلو أو ما يأديش حلو في التمرين، والناجح هو اللي لما بيفشل مرة بيستأنف الشغل بعدها على طول، وما يهموش كسر سلسلة العادة لو كان التعافي منها سريع. والمبدأ ده مهم جدا ولازم تلتزم بيه حتى لو ما بتعرفش تعمل العادة بشكل كامل وزي ما انت عاوزها. يعني أنا مثلا لو بصيت على أول فيديو ليا في القناة هتلاقي فرق كبير جدا في التصوير والمونتاج والإلقاء، وبالرغم من إن دي مش النتيجة اللي أنا كنت عاوزها، بس بدأت ولسه مكمل، وأنا لسه ما وصلتش للنتيجة اللي في دماغي، بس إن شاء الله هكمل وهوصل عشان ما أقعش في مغالطة يا إما كل حاجة يا إما ولا حاجة. عصفور في إيدك أحسن من 10 على الشجر، وقليل دائم خير من كثير منقطع، ومسير الحلو تجيبه الأيام، ولولا الحصى ما كانت الجبال. وإن كان حبيبك عسل سد واستريح. دلك الطوفان ما تلحسوش كله. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخلص بقى. والمشكلة هنا مش انك تفشل مرة، المشكلة انك تفكر ان انت لو ما عملتش حاجة زي ما انت عاوزها فانت ما ينفعش تعملها وما تعرفش تعملها اصلا. فلو فشلت مرة او كسلت بس فضلت مكمل فانت كده بتحافظ على تعب الايام اللي فاتت. فمجرد عمل حاجة بسيطة زي مثلا مجموعة ضغط واحدة ساعة الكسل فده حاجة عظيمة. ما تقنعش نفسك بالرقم صفر، وما تخليش خسائرك تضيع مكاسبك المتراكمة. فمش مهم دايما اللي بيحصل في التمرين وادائك كان عامل ازاي، المهم ان انت تكون من الاشخاص اللي ما بتقطعش تمرين وانت بتتتبع عاداتك. بقى خلي بالك عشان في غلط ممكن تقع فيه، وهو انك تقيس وتتتبع العادات الغلط. بمعنى ان انت لو عندك مطعم وعاوز تعرف الطباخ اللي معاك بيطبخ حلو ولا لا، فما تروحش تقيس مكاسبك كل يوم وعدد الزباين اللي بتخش لك كل يوم. فانت ممكن تكون بتسوق للمحل بتاعك حلو وبتستخدم اسلوب حلو مع الناس، او موقع المحل حلو وبيعدي عليه ناس كتير، وكل ده عوامل بتخلي مكاسبك تزيد وتخلي عدد الزباين يخش لك اكتر. فانت كده بتقيس الارباح وما بتقيسش جودة الاكل اللي الطباخ بيعملها، في حين ان ممكن يكون اصلا جودة الاكل مش حلوة وبتزداد سوء. فلو عاوز تقيس جودة الاكل ممكن تحسب كام واحد مشى من غير ما يكمل اكله، او كام واحد ساب تيبس، وبناء على كده هتعرف ان كان اكل الطباخ حلو ولا لا. والجانب المظلم لتتبع العادات هو انه بيخليك تجري ورا الارقام. فلو انت عاوز تخس مثلا فانت ما بتركزش غير على ارقام الميزان بس، حتى لو هتعمل رجيم قاسي جدا هيضر صحتك، وبتاخد ادوية بنسبة كبيرة برضه بتضر صحتك، وبننسى اصلا ان احنا بنخس عشان تكون صحتنا حلوة. فالعقل البشري عاوز يكسب ايا كان اللي هيعمله. زي التعليم بتاعنا مثلا بقى الغرض من وراه ان احنا نجيب مجموع اكبر من ابن خالتنا، ونسينا الهدف الاساسي اللي هو التعلم والاستكشاف والتفكير النقدي. باختصار كده احنا بنركز على السهل اللي نعرف نقيسه. فلو انت ما حسيتش بالتحفيز من الرقم اللي ظاهر على الميزان فده وقت التركيز على مقياس تاني. وبصرف النظر عن الطريقة اللي بتتتبع بيها عاداتك، تتبع العادات طريقة سهلة وبسيطة عشان تخلي العادات اكتر اشباعا، وكل مرة بتقيس فيها تقدمك فده دليل على انك ماشي في الطريق الصح. وبكده نكون عرفنا ازاي نلتزم بالعادات الحسنة، وهنعرف مع بعض ازاي نخلي العادة السيئة غير مشبعة عشان نتجنبها. وزي من ان المرجح ان احنا نكرر السلوك اللي نهايته مشبعة، فمن المرجح برضه ان احنا نتجنب السلوك اللي نهايته مؤلمة. فالألم معلم كفء، ولو الفشل مؤلم فما بيتمسحش من الذاكرة بسهولة، لكن لو عديم الألم نسبيا ممكن نتجاهله. وكل ما كان الغلط تكلفته فورية كل ما هتتعلم منه أسرع. فتهديد الزبون ان هو يمشي من المطعم وما يرجعش تاني ده بيجبرك انك تعمل اكل حلو، وتكلفة قطع الوعاء الدموي والغلط بيخلي الجراح يشتغل بحرص اكتر. فلما تكون العواقب وخيمة بتخلي الناس تتعلم بسرعة، وكل ما كان الألم فوري كل ما فرصة عمل السلوك قلت. واحسن طريقة عشان نبطل عادة سيئة هي اننا نزود سرعة العواقب المرتبطة بالعادة. فبمجرد ان العقاب هيبقى فوري السلوك هيتغير. فلو انت مثلا عليك قسط هتدفعه في ميعاده عشان ما تدفعش غرامة التأخير، والطلاب بيروحوا الجامعة عشان درجات الحضور ما تتخصمش منهم، فاحنا مستعدين نبذل مجهود عشان نتجنب الألم الفوري. وشدة العقاب لازم تتناسب مع السلوك اللي انت عاوز تصلحه، فالسلوك مش هيتغير الا لو كان العقاب مؤلم كفاية ومؤكد حدوثه. وفي طريقة سهلة وبسيطة تضيف بيها تكلفة فورية لأي عادة، وهي
عقد العادة. سنة 84 صدر أول قانون لحزام الأمان، وفي الوقت ده في نيويورك كان 14% بس اللي بيلبس حزام الأمان، واللي ما كانش بيلبس حزام الأمان كان بياخد مخالفة. وبعد ما ربط الحزام بقى أمر قانوني في 49 ولاية، سنة 2016 بقى أكتر من 88% من الأمريكيين بيربطوا حزام الأمان. مش عارف الرقم ده صح أصلا ولا بيزيفوه زي ما بيزيفوا اللي بيحصل دلوقتي. ففي ظرف 30 سنة بس حصل تغير كامل في عادات الملايين من الأشخاص، وزي ما الحكومة استخدمت القانون عشان تحمل المواطنين المسؤولية، تقدر أنت كمان تعمل عقد العادة عشان تحمل نفسك المسؤولية. عقد العادة ده هو اتفاق شفوي أو مكتوب بتفكر نفسك فيه بعادة معينة، وفي العقد ده يكون صاحبك أو أختك أو أخوك شاهدين عليه، وتحط عقاب صعب جدا لو أنت ما التزمتش بالعادة. زي مثلا لو أنت عاوز تخس وأكلت أكل غير صحي في مرة، هتعمل عقد العادة ويكون معاك الاتنين الشهود دول مثلا، وتكتب في العقاب بتاعك إن أنت مثلا لو أكلت الأكلة دي هتجري 10 كيلو، أو لو شربت سجارة تانية هتدي مثلا نص المرتب لمراتك. والاتنين الشهود اللي احنا قلنا عليهم من شوية دول مهمين، عشان انت لما تعرف ان في حد تاني بيتابعك وشايفك غير نفسك ده هيشجعك، ولو كسلت هتخاف ان حد يقول عليك ان انت عيل بق في الفاضي وملكش كلمة ويفقدوا ثقتهم فيك. وعقد العادة ده مهم عشان احنا بنحاول دايما نقدم افضل نسخة مننا للناس. الخلاصة يا صاحبي، لو انت عاوز تغرس عادة حسنة اتفرج على الفيديوهات دي واسيبها لك في اخر الفيديو، واستخدم اسلوب التعزيز وكافئ نفسك مكافأة فورية اول ما تعمل العادة. استخدم متعقب العادات وتتبع سلسلة عاداتك، وحاول على قد ما تقدر ما تكسرهاش، واياك تقطع العادة مرتين. ولو نسيت تعمل العادة مرة حاول ترجع لها في اسرع وقت. ولو عاوز تتخلص من عادة سلبية اعمل عقد العادات وخلي حد يراقب افعالك، وخلي تكاليف العادة السيئة مؤلمة وفورية. وبس، وبكده نكون عرفنا القوانين الأربعة لتكوين العادة وتأثيرها على سلوكنا وتشكيل هويتنا والنتائج اللي بتعود علينا من العادات الصغيرة. ولو أول مرة تشوفنا فإحنا هنا بنشرح كتب شرح تفصيلي يغنيك عن قراءة الكتاب. فلو عاوز تطور من نفسك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو واستفدت فما تنساش تدعمنا باللايك عشان بيفرق معانا جدا، والشير عشان غيرك يستفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.